بقولك ايه، لو خليت هدفك انك تنافس الناس بايمانك وانك تبان افضل منهم في قربك من ربنا، ده هيتحول ايمانك شويه بشويه لنفاق، لان هدفك هيتحول لانك تفوز برضا الناس مش رضا ربنا. ولو خليت هدفك منافسه الناس في مظاهرها، دايما هيطلع لك اللي اعلى منك. تشوف فلان اللي لابس الماركه الفلانيه فتغير فتجلده، يطلع لك علان اللي جايب لبس من بره فتغير فتجلده برضه، يطلع لك ترتان اللي جايب لبس من ماركه من بره ومفيش منها غير نسخه محدوده وتمنها اسطوري فتغير بس ما تقدرش تجلده. طب وبعدين لو خليت هدفك منافسه الناس في العلم، هيظهر لك اللي معاه شهادات وتكريمات وجوائز ودرجات علميه ملهاش حل، وكل ما تبص وتقارن هتحبط ومش هتعمل حاجه. ده حتى في العلاقات ما ينفعش انك تنافس حد في اختيار شريكه حياته. انت شايف من وجهه نظرك ان هي مثالي وكامل، واللي هو يعني يا سلام لو مراتي تبقى زي مرات فلان ديت، او خطيبتي تبقى نفس جسم او دخل فلانه. لا، فقمه الراحه مش في دخول منافسه مع حد معين بهدف انك تبقى افضل منه. لا، المنافسه الصح هو انك تكون النهارده افضل من نفسك بتاع امبارح، وبكره افضل من نفسك بتاع النهارده. تتعلم من الغلط بتاعك وتطور من نفسك، تحسن من مستواك وتغيره. فالبص على الغير وتعليق حياتك على الوصول لنفس نمط حياتهم، ده بيضيع طعم حياتك انت اللي اولى بكل لحظه انك تركز عليها وتعيشها. فالكمال يا صاحبي هو شيء وهمي، وبيضيع فضيله الرضا، وبيوجع الطموح، وبيوجه الطموح في اتجاه غلط. فربنا يكتب لنا الخير والرضا في كل خطوة ويشغلنا بنفسنا. بقول لك ايه، في مصطلح منتشر جدا الفترة ديت اسمه انا اللي دخلت نفسي في كده، انا السبب. كلنا بدون استثناء بنقع فيه، والحقيقة ان حتى ولو كان جزء كبير منه بيحمل الصح الا ان هو مش الحقيقة المطلقة. فجميل انك تكون شخص واعي ومسؤول وقادر انك تدرك كويس ان ليك دخل بطريقة واضحة وصريحة، كمان في اذى معين حصل لك، لكن ده ما ينفيش قطعا مسؤولية الاطراف الموجودة في الجهة المقابلة لنا عن جزء من النتيجة ديت. فانا عايزك توزنها كويس، واوعى تقع في دور الضحية، لكن كمان ما تكونش عدوك الاول واكبر جلاد ليك هو نفسك. فارجوك ما تلومش نفسك على وضوحك، على صدقك، على امانتك، على تعبك، على شغلك، على ضميرك، مبادئك وحدودك وخطوطك الصريحه والواضحه، وكمان مشاعرك وضميرك الحي. هتكون بتعرضها لظلم كبير جدا لو حطيتها جوه الجانب بتاع الجلد واللوم المطلق. لكن جميل ان اتعلم بعد كل تجربه اني اهذبها اكتر واحطها في اماكنها واوقاتها الصح، علشان اتفادى اي تجريح فيها ممكن يشككني في تكوينها وتكويني. فتبسط يا صاحبي انك شخص واعي ومدرك ومسؤول. ولو على استغلال ضميرك يا صديقي، فافتكر دايما واعرف كويس ان من سنين طويله كان دايما العمله او الحاجه النادره بتقوم عليها حروب، يا اما علشان يخطفوها ليهم يا اما علشان يدمروها. وده ليه؟ علشان قلت لك ان هي نادره. بقول لك ايه، الاهتمام نقدر نقول عليه ان هو الركيزه والعنصر الاساسي في حكايتنا، ترجمه حقيقيه وفعليه للمشاعر، اساس وعمود البيت اللي بيجو وبيعزز وبيكبر الحب وبيخلي بيتنا كده طالع مبهج وكل الوانه جميله، وزرع وورد وريحه حلوه ماليه كل ركن فينا. فاحساس الاهتمام بيقول ان احنا فارقين عند الناس. الاهتمام يعني مش شرط ان احنا نتكلم طول الوقت، بس مجرد شعور القرب للروح والقلب ده بيرد فيك الف حياه. حتى في اكتر لحظات البعد هتلاقي في ضحكة كده بذكرى حلوة لسه مرسومة من حد بيحبك وبيطبطب بيها على روحك في وقت ألمك. هو باختصار كل حاجة رايحة وجاية علشان تثبت القرب. وشاعر الحب الأول عم نزار جباني كان بيقول لك إيه، من يحبك حقا يقرأك وقت صمتك، يرى طيبتك وقت عصبيتك، يشعر بحنانك وقت كسوتك، يرى حزنك خلف ابتسامتك، ويحتملك وانت في أسوأ حالاتك. وعشان أقدر أوصل لعمق كل دوت داخل الشخص لازم أهتم. دمتم في حب واهتمام. بقول لك ايه، الحيطان مداريه كتير جدا وربنا ساتر كتير جدا علينا، وكل واحد فينا عامل بينه وبين نفسه اللي يخليه مش قادر يبص على وشه في المرايه. علشان كده انت ممكن تستغرب من اللي بيقرر ان هو يشيل ستر ربنا عن انسان استأمنوا عليه قبل كده. فاللي بيفتكر ان هو بيفضح غيره لما بيشيل عنه الستر، فهو في الحقيقه بيفضح نفسه، لان هو بيثبت ان هو غير مؤتمن ومستهون بغطى الستر، وبالتالي لازم يستعد هو كمان لما غطاه يتشال من عليه. ما هو محدش خالي. فمع الوقت وبالتجارب بتستوعب اكتر ان من اهم النعم اللي بسببها بتكمل وبتنجح وغيرك بيشوفوك في افضل صورة رغم عيوبك واخطائك الكتير هي الستر. فربنا يسترها علينا ويرزقنا الستر في كل خطوينا.
بقول لك ايه، في نعمه كبيره قوي في حياتنا، وهي نعمه اننا مش مجبرين على اي حاجه طالما مش امر من ربنا. فلما بننسى النعمه ديت بنتوهم ان احنا مضطرين لحاجات كتير جدا. فمحدش مضطر ان هو يكمل في علاقه مش مناسبه ليه، ولا حد مضطر ان هو يتقبل وضع مش عاجبه. محدش مضطر ان هو يشتغل حاجه ما بيحبهاش. محدش مضطر يتعامل مع حد ما بيرتاحلوش، ومحدش مضطر كمان ان هو يجي على نفسه طول الوقت. ديت كلها اختياراتنا احنا. فممكن علشان دوت الاسهل علينا نفسيا، او لان المواجهه والتغيير صعب وبيكون محتاج مننا مجهود نفسي وصبر وتقبل المجهول، فاحنا خايفين منه، او لاننا متمسكين بامال ان ربنا هيحلها من عنده، او لان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي فيه مميزات مش عاوزين نخسرها، او لان احنا متعلقين وخايفين نخسر، او لان تقبل الوضع هو الاصلح في الوقت الحالي. ايا كان بقى، المهم نستشعر نعمه ان ديت اختياراتنا احنا، وممكن نغيرها لو عندنا الشجاعه والرغبه والسبب، وممكن برضه نتقبلها بشجاعه ورضا الى ان يشاء الله امرا كان مفعولا. سلام.